ملاوي عاصمة مصر الجنوبية في الصعيد. تاريخها كبير بيرجع للفراعنة، واسم ملاوي مقصود بيه كلمة منحنى لأن النيل بيتلوي عندها. في عهد صلاح الدين وفي سنة 1167 مكانها كان هو أول معركة حربية لصلاح الدين ضد ملك القدس عمري، وكان اسمها موقعة البابين. واتبنى مكان الموقعة دي مسجد اسمه النصرة. وبعدين في العهد الحديث محمد علي راحها عشان يتفاوض مع المماليك اللي هربوا، وده كان في المسجد اليوسفي. وملاوي كان مشهور فيها جدا معامل البارود ومصانع الأقمشة زي مصنع المالتي، وده كان بيعمل ملابس الجيش، ومكانه كان في شارع إخناتون. وكان في مصانع عسل اسود وسكر ومية وفنادق كمان كتير وسينمات، وكانت فيها اكبر مدبغة جلود في الصعيد. احمد عرابي مدلها خط سكة حديد بينها وبين المنيا، وعمل فيها اول اجتماعاته السرية عشان يعمل ثورته، وده كان في بيت العدولي جنب المسجد الاقطم. ملاوي بلد بشوات، ولأنها كانت جميلة جدا اختاروها عشان يكون اسمها الفاروقية. كان فيها أسر كتير جدا معروفة زي أسرة سيف النصر باشا، ودول نسبهم بيرجع للسيدة خديجة زوجة الرسول عليه السلام. ومن أهم أولاد أسرة سيف النصر باشا عبد المجيد باشا اللي كان عمدة ملاوي، وفي شارع باسمه، وفي مسجد المجيدي، وكمان في سبيل. وابنه عرفان باشا، وده عمل مسجد العرفاني. وكمان كان في عزبة الروضة اللي كانت بتملكها بنته حياة النفوس، وكان فيها قصرها اللي مبني على الطراز الفارسي. وفي كمان قصر تاجر القطن فورتينيه أنطونيو الفرنسي. وده من جمال ملاوي قرر انه يعيش فيها هو واخواته واسرته اولاده، وبنى فيها قصر كبير سنة 1916. وفي استراحة وجنينة البرنسيسة أمينة هانم حليم، وده اتدفنت فيهم هي ووالدتها. وكان كمان من مشاهير البلد الشيخ محمد التوني اللي بنى المسجد العتيق. وأسرة بركات باشا زمايل سعد زغلول في النفي لجزيرة سيشل. ومن أولاد المنيا المشهورين الفنان نحامية سعد الفنان التشكيلي اللي لوحاته اتعرضت في معارض باريس سنة 1937. ومن أولاد ملاوي الشيخ حسون النواوي، وكمان أحمد بيك عفيفي مبارك. ومن أولاد ملاوي كمان عمر بيك محمد الريدي، ومحمد الدمرداش بيك التوني. وده قدم لملاوي كتير من الخدمات، زي ان هو بنى مدرسة الثانوية العامة ومدرسة البنات، وكان بيشجع اهالي ملاوي على انهم يشتغلوا في الصناعة عشان يعلي مركز ملاوي. وفي كمان يوسف بيك عثمان اغا شركس، وده كان اول رئيس لمجلس ادارة جمعية الشبان المسلمين. في وقت ثورة 1919 كانت ملاوي من اول الناس اللي خرجوا في الثورة، وكان قائد الثورة في ملاوي في الوقت ده أحمد بيك لطفي والدكتور خليل أبو زيد والقس شحات عويضة والقمص سرجيوس اللي أطلق عليه الزعيم سعد زغلول خطيب الثورة. وكمان عبد الرحمن بيك سالم رئيس محكمة ملاوي، والفنان عبد البديع عبد الحي. كل دول أولاد ملاوي. والحقيقة أولاد ملاوي المعروفين والمشهورين كتير، واللي سابوا فيها أثر وتاريخ مهم، وده ساعد على إنشاء سمعة ملاوي المعروفة بطيبة أصلها وكرم أولادها. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن ملاوي، لكن ما خلصناش تاريخها لأنه كبير وهيفضل ومكمل يثبت إن مصر بلد كبيرة وجميلة فيها تاريخ مهم بقصص وحكايات عن تاريخها وعن تاريخ أولادها المهم.